هنتكلم النهاردة عن القهوة، ايه هي الفوائد بتاعتها، ايه هي الاضرار، ايه هي الناس الممنوعة منها اصلا، طب وايه الكمية المسموحة. هي بيبقى فيها مغنيسيوم وفيها كافيين وبيبقى فيها فيتامين بي 2 اللي هو الرايبوفلافين. دي بالنسبة للفوائد بتاعتها هي كويسة للمنتال هيلث، بتقلل من حدوث الاكتئاب، بعض انواع الكانسر زي الليفر او الكولون كانسر. حلوة برضو ان هي بتقلل الريسك بتاع دايابيتس تايب 2 اللي هو السكر من النوع التاني. طيب الكاب اوف كوفي، الفنجان القهوة بيبقى فيه قد ايه؟ 95 مللي جرام من الكافيين. طب الكمية المسموحة ليا في اليوم كله 400 مللي جرام، يعني قد ايه؟ حوالي مثلا نقول من 3 ل 4 كاب في اليوم. لو انا كترت عن كده هاخد الضرر بتاعها، ممكن زيادة ضربات القلب، هيبقى عندي قلق، هيبقى عندي حالة أرق، هيبقى متوتر دايما قلقان. فهي كمان بالنسبة للأم الحامل هيتنقل ليها الكافيين، هيتنقل للبيبي من خلال البلاسينتا. طب ده هيأثر عليه سلبا في ايه؟ ان هو لو ممكن يتولد بوزن اقل من الوزن الطبيعي، فما يفضلش دايما ان انا اخد الحاجة بمقدار اكبر من المقدار بتاعها، لا ازيد ولا اقل. طب والناس الممنوعة منها زي اللي ضغطها عالي وبتخاف تشرب القهوة، او الناس مثلا الانيميك بيشنت، هيعملوا ايه؟ ممكن ياخدوا الحاجات اللي هي دي كافينيتد كوفي، منزوعة الكافيين.